السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعض الخشاب بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة وسريعة كمان. ان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم، ولايك وشير، واللي مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. وان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم بجد، حلو جدا جدا وهيعجبكم ان شاء الله بإذن الله. انا معايا هنا المكونات. معايا هنا لفة قمر الدين، ومعايا تين مجفف وقراصيا وزبيب وجوز هند وبلح هنبدأ نقطعه صغير، ومش مجفف. انا هبدأ هنا اقطع قمر الدين حتت صغيرة عشان يفك معايا بسرعة. وبعد كده هحط عليه 1.5 لتر من المية واحطه على البوتاجاز لغاية ما يفك معايا خالص وقمر الدين ده يسيح خالص. تمام. انا مش بحط عليه ميه ساقعه واركنه، لا، انا بحطه على بوتاجاز بيغلي وبعد كده بيفك خالص. وببدا اقطع الحاجات دي صغير خالص. انا بحب اقطعها صغير مش بحطها سليمه. اقطع التين والقراصيا برضو بطلع منها البذره وبقطعها نصين، والتين المجفف والمشمشيه. تمام. انا حاطه الحله على البوتاجاز بلفه قمر الدين. انا بعد ما قطعت كل ده هقطع برضو البلح صغير، حشت منه النوى وببدا اقطعه برضو صغير خالص. تمام. انا كان خلاص هنا معايا القمر الدين على البوتاجاز اتفك تماما. هو بس ربع ساعه على البوتاجاز كل حاجه دابت، وبعد كده بطفي عليه خلاص. وبعد كده ببدا احط كل الحاجات اللي انا قطعتها صغير في الحله. وبعد كده انا حطيت فيها نص كوبايه من السكر، والسكر ده على حسب الرغبه عندك، عايزه تزودي عن نص كوبايه براحتك، عايزه تقللي براحتك خالص. وبحط كل الحاجه اللي انا قطعتها صغير، وبعد كده بحط نص كوبايه من جوز الهند وبقلبهم وبغطيهم وبسيبهم شويه، وبعد كده بحطهم في التلاجة. هي فيش نص ساعه بس كده لغايه ما يتجانسوا كلهم مع بعض، وتلاقي الميه بتاعه القمر الدين بقت سميكه شويه. بصي بعد نص ساعه بجد تحفه قوي. يا ريت تجربيها الطريقه دي، ان انت تغلي القمر الدين الاول على البوتاجاز وبعد كده تحط كل حاجه فيها. بجد تحفه. وتزيني بقى مكسرات اللي موجوده عندك، فول سوداني، اي حاجه مكسرات عندك. بجد طعمه حلو جدا جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، ولايك وشير للقناه. بجد تحفه قوي، يا ريت تجربيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.